يا مساء الفل أو يا صباح الفل على حسب ما هتشوف الفيديو. تعالى أكلمك النهاردة عن الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير ورؤية العرض المتحفي الخاص بيه. وخلينا نقول إن الدرج العظيم مش مجرد سلم ضخم، لأ، ده فكرة عبقرية مستوحاة من إيمان المصري القديم برحلة الروح بعد الموت، من العالم الأرضي مرورا بالمقابر أو الجبانة اللي كانوا بيحطوا فيها أجساد الموتى عشان يوصلوا للعالم الآخر. وعشان الإبداع يوصل لأقصى درجاته، نهاية الدرج العظيم مش أي نهاية، النهاية بانوراما أسطورية بتكشف لك الأهرامات التلاتة وجبانة الجيزة كلها كأنها جزء من المتحف نفسه، وكأنك بتشوف روح التاريخ مكملة رحلتها قدامك. مساحة الدرج حوالي 6000 متر أو ما يعادل 6 أدوار، بتضم 64 قطعة أثرية معروضة بشكل متسلسل وذكي جدا، يخليك تمشي في رحلة زمنية مقصودة. والرحلة دي كان ليها كذا محطة، ونروح لأول محطة وهي الملكية في مصر القديمة، اللي بتبدأ من عندها حكاية الملوك اللي أسسوا الحضارة وكانوا رمز القوة والسيادة في زمانهم، والآثار اللي بتحكي عن نفوذهم وسطوعهم. يليها تاني محطة وهي المنشآت الدينية والدور المقدسة، واللي بندخل فيها العالم القداسة وبنشوف أجزاء من المعابد وزخرفتها المهيبة، منقوش عليها الخط المقدس، الخط الهيروغليفي، والعمارة الجميلة اللي مش بس بتعتبر حجر، لأ دي كمان أماكن لقاء بين المصري القديم والمعبود بتاعه. نيجي لتالت محطة وهي ارتباط الملوك بالآلهة والمعبودات، وهنا بقى بنشوف إزاي الملوك ما كانوش مجرد حكام، لكن كمان وسطاء بين الأرض والسماء، وده لأنهم يعتبروا من نسل وروح الإله لكن مجسد على الأرض. هنوصل بعد كده لرابع محطة وهي رحلة الخلود، واللي فيها بندخل عالم ما بعد الموت مع التوابيت العظيمة اللي كانت بيوت أبدية للأرواح، ونفهم إزاي المصري القديم كان شايف الموت بداية لرحلة جديدة. أما آخر محطة هنقف عندها في الدرج العظيم واللي تعتبر نهايته، بتختم بأقوى مشهد بانورامي ممكن تشوفه، وهي منظر الأهرامات قدامك كأنك وصلت فعلا للعالم الآخر اللي آمن به المصري القديم. اللي لازم تعرفه إن الدرج العظيم مش مجرد سلالم في المتحف، ده رحلة روح وحكاية حضارة وتجسيد لفكرة عاش بيها المصري القديم وآمن بيها الآلاف السنين.